اهلا بيكم، معاكم ساره. النهارده هنعمل فكره فطار مختلفه او مش مختلفه قوي، هي بس افكار لسندوتشات نقدر ان احنا ناكلها بكل سهوله، ونقدر نتجمع مع بعض كده نتفرج على اي حاجه. تبقى حلوه جدا ليوم الجمعه، فطار مختلف شويه عن التقليد اللي احنا بنفطر فيه. اكيد تنفع عشاء، جايلنا اي ضيوف لفطار او عشاء او هنشرب شاي، فنقدر نعمل السندوتشات دي كحاجات مقبلات كده او سناكس كده في النص. هتبقى حلوه جدا جدا. هنا مش هنقول هنبدأ بالمكونات كالعادة، لا، اي حاجة تكون موجودة عندكم في التلاجة طلعوها، جبن مختلفة، صوصات، اي حاجة هتقدروا تعملوا ميكسات. مفيش حاجة موجودة من اللي انا هعملها في ساندوتش معين تقدروا تعملها سكيب بكل سهولة. وتقدروا كمان تضيفوا اي حاجة تانية بدلها انتوا حابينها او حاسين ان هي ممكن هنا تبقى احسن او طعمها احلى بالنسبة لكم. انا جبت عيش الباجيت، تقدروا كمان تجيبوا الفينو العادي، وتقدروا يبقى بس الحجم بتاعه كبير شويه. وهتقطعوه بنفس الطريقه، ونقدر كمان نعمله بالتوست هيبقى حلو. وممكن نقطع التوست المربعات صغيره او باي قطعه تكون عندنا مدوره، او اي قطعات باشكال معينه. دي كلها افكار تبقى متاحه عندكم، اي نوع عيش انتوا شايفينه انكم تقدروا تعملوه. او حتى لو ساندوتش عادي مش لازم تقطعوا شرايح كده وتقدموه، فزي ما انتوا حابين وزي اللي متوفر عندكم اقدروا انكم تعملوا اللي انتوا عايزينه. الميكس اللي انا عملته هنا هو عبارة عن جبنة مبشورة، ومعاها بيض عاملاه مع التركي المدخن، او مثلا عاملينه مع السلامي او مع البسطرمة، وضفت عليه بقدونس وكزبرة وزيتون. اي مخللات تكون عندكم انتوا حابين تضيفوها هنا، وقطعة من الجبنة الكريمي. فبقى الميكس عندي كده بتاع البيض طعمه حلو قوي. وهبدأ اضيف عليه كمان قطعة من الجبنة عشان تقدر تمسك الطبقتين مع بعض. وهضيف الشريحة التانية من العيش واقفلها كويس جدا. هبدأ احطها على التوستر او احطها تحت الشواية، بس اضغط عليها شوية عشان كل حاجة تمسك مع بعضها، ويبقى كده مش سايب معانا. اول ما تيجوا تمسكوه ما فيش حاجة تقع منه. الساندوتش التاني هنجيب جبنة اسطنبولي، فيتا، جبنة تلاجة عادية، جبنة كيري، اي جبنة سبريد، حتى اي حاجة تكون متوفرة عندكم هنفردها. لو انتوا عاملين كمان الجبنة القريش اللي هي بتكون كريمي برضه تبقى حلوة. هضيف عليها جبنة، اي نوع جبنة، جودة، فلامنك، شيدر، رومي، اي حاجة يكون عندكم كمان. وده صوص البيستو بيبقى حلو قوي مع الجبن، ميكس رهيب وطعمه حلو قوي. هحط على الطبقة التانية كده معلقة صغيرة وافردها، واقفل الطبقتين على بعض، وده كده هيكون خلص معانا. ده كان صوص بيتزا عندي، معمول من 4 انواع الجبن. فحبيت ان انا استخدمه هنا، كان طعمه حلو قوي. فانا قلت بما اني هعمل سندوتشات جبنه فنضيفه. لو مش متوفر عندكم ممكن نبدله بلبنه، ممكن نبدله بمايونيز، او ممكن نبدله كمان بالتوميه. وضفت عليها شرايح من اللانشون، البيف، الروست المدخن، اي حاجه من الحاجات دي تقدروا تضيفوها هنا. وطبعا الجبنه هنقفل الطبقتين على بعض. الساندوتش اللي بعد كده كمان ضفت عليه نفس نوع الصوص البيتزا بتاع الجبنه، زي ما اتفقنا. لو مش متوفر عندكم، نسيت اقول لكم النوع ده لما بيكون مش متوفر عندي انا بعمله اصلا. بعمل الصوص البشاميل العادي، بس بخليه ناعم، وبحط معاه قشطه عشان يبقى كريمي شويه. وممكن كمان اضيف عليه حبه من كريمه الطهي، ده بيعلي الطعم بتاعها اكتر. وفي نفس الوقت بقدر اضيف عليها كمان بقى جبنه كيري، مكعبات جبنه، مثلثات جبنه، اللي هي السبريد، اي حاجه من انواع الجبن المتوفره عندي. وبخليهم يغلوا شويه مره او اتنين على النار، وبضيف عليه اعشاب زي الزعتر، الاوريجانو، اي حاجه من الحاجات دي بتديلها طعم وبتخليه غني اكتر. بعد ما ضفنا الجبنه هحط عليه شريحتين من الخيار المخلل او الزيتون برضو. الساندوتش ده سهل جدا بسيط. هنفرد جبنه زي ما اتفقنا، اي نوع جبنه يكون عندكم، بس انا كل مره بعمل نوع مختلف عشان يبقى معايا طعمه مختلف. لو انتوا مش عندكم فبتستخدموا المتوفر عندكم. كل مره بتك على الكلمه دي، استخدموا المتوفر عندكم. الجبنه اللي استخدمتها دلوقتي كانت فيتا بالزعتر، فتقدروا تجيبوا الجبنه الفيتا العاديه وتحطوا عليها زعتر. دي خاص مقطعه شرايح رفيعه خالص وصغير، شرايح من الزيتون المخلل، شرايح من الجبنه او الجبنه المبشوره. وبس كده خلاص بقى جاهز معانا. اكيد بعد ما ناكل الحادق هنكون عايزين نحلي مع كوبايه الشاي بقى كده، ونكمل القعده بتاعتنا او السهره بتاعتنا. هفرد طبقه من زبده الفول السوداني، وعليها طبقه من المربى. مش هحط طبقه كمان من العيش، لا، انا هسيبها كده هتتاكل كده. لو انتوا حابين تقدروا تضيفوا طبقه كمان من العيش. تقدروا تنوعوا في المربى طبعا، ويبقى عندكم اكتر من ساندوتش او اكتر من طعم. وممكن نشيل المربى خالص ونبدلها بفواكه تكون مجففه او فريش. الموز بيكون حلو قوي مع زبدة الفول. ممكن نحط عليها معلقة من العسل. اي اضافات من دول بتبقى طعمها حلو قوي، وكمان بتدي طعم مختلف. زي ما اتفقنا لو عندنا ضيوف
او لو عايزين نعمل سهرة كبيرة شوية فبنقدر ان احنا ننوع من الانواع دي كلها. هدهن العيش بس من فوق بالزبدة، او ممكن نعمل ميكس بين الزبدة والزيت، او ممكن كمان نخليه زيت بس زي ما انتوا حابين، وندخلها تحت الشواية او في الساندوتش ميكر، او ممكن نحطها كمان على الشواية على النار، بس نضغط عليها شوية وهنسيبها لحد ما تكون الجبنة ساحت. وده الشكل النهائي لسندوتشات النهاردة. بجد جربوها هتعجبكم جدا. ممكن نعمل طعم كل يوم ويبقى عندنا تغيير كده وتجديد، او لو نعمل السندوتشات دي كلها نجمع اصحابنا، نجمع كمان عيلتنا، اولادنا، اي حد احنا بنحبه، نسهر مع بعض. هتبقى حلوة قوي لو قدمنا معاها بطاطس محمرة، عصاير، بيبسي، اي حاجة من الحاجات دي كلها. ومعانا الحلو زي ما اتفقنا نقدر نبدع فيه ونغير فيه ونحط اكتر من طعم واكتر من فكرة فيها. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة ويكون عجبكم. اقابلكم ان شاء الله في فيديوهات جاية، والسلام عليكم.